ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بعتذر لكم عشان انا بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات، بس عشان الدراسه والامتحانات والمذاكره وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. طبعا انا قلت ان مستحيل عيد الام يعدي من غير ما اعمل لكم فيديو. وكل سنه وكل الامهات طيبين وبخير وسعاده. وكل سنه وانت طيبه يا مامي. ماما هي اللي بتصورني دلوقتي، بس في الفيديو انا اللي كنت بصور لوحدي. ايه، خلي بالكم بقى لو لقيت غلطه كده يعني اعذروني، اول مره اكون مخرجه في الموضوع ده. بس ماما هي اللي بتصور دلوقتي وماما سامعاني. إيه كنت عاوزه اقول ايه؟ يا جماعه ثانيه نسيتوني افتكر بس. اعمل دي كده. طبعا انا بقالي كتير بحضر للموضوع ده من كذا شهر، بحضر لعيد الام، بس كنت محتاره في موضوع الهديه. وما كنتش عاوزه اجيب لماما هديه تكون ان بابليك كده كل الناس بتستخدمها، عاوزه تكون ماما بس هي اللي بتستخدمها، يعني عشان ده عيد ام وكده. ما كنتش عاوزه اجيب لماما الحاجات اللي هي الكوبايات والحاجات دي برضو ادمت. وغير كده انا مش عاوزه اجيب حاجه البيت كله يستخدمها، حاجه تكون خاصه بماما. فانا اتشاركت انا وبابا في الموضوع ده، وجبنا انا وبابا الهديه لماما. وما كنتش عاوزه برضه اجيب موضوع الورد واللي فيه شوكولاتات، يعني مواضيع ادمت قوي. فقعدت افكر كتير لغايه ما جات لي فكره ان انا اجيب لماما هديه كيتونيه. الكيتونيه دي مش حاجه جايه من كوكب المريخ، لا خالص. كيتونيه ده عباره عن دايت ماما الحقيقه ماشيه عليها ايه ماشيه عليه بقالها شهر ونص كده، ويعني ما شاء الله كويس، جايب نتيجه كويسه. فانا قلت ان انا اشجع ماما واجيب لها حاجات كتير يعني تنفعها في الدايت ده. دايت الكيتو بيبقى عباره عن اكل بروتينات ودهون، بس في 5% كربوهيدرات بس اللي ناكلهم. فانا قعدت اتابع ماما في الفتره دي عشان اعرف هي بتاكل ايه وكذا وكذا، لغايه ما جبت لها الهديه وحضرتها لها وكل حاجه. وهنشوف طبعا الهديه دلوقتي مع بعض، بس مش عايز اطول عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو. دلوقتي بقى كل الناس نايمه، وانا جبت الحصاله بتاعتي علشان اعد الفلوس، لان باقي على عيد الام حاجات بسيطه. بابا قال لي ان انا لو محوشه مبلغ كبير او مبلغ كويس يعني هيديني قدهم وبزياده. فدلوقتي تعالوا نعد وهنشوف بقى، ان شاء الله يكون مبلغ كبير. معلش على صوت البابيز اللي بره دول، هما بيشتغلوا كده بالليل دايما. بحوش فيهم بقالي فترة عشان بابا قال لي ان هو هيزود عليهم. كده هم دول. نبتدي بقى نعد. بابا بقى كده هيزود لي 300 جنيه وهنروح كده يبقى معايا 600 جنيه. هنروح بقى نشتري الحاجات وهوريها لكم. ما بتشربش الجولد، ما بتشربش ال3 تفاح، بتشرب الجولد. تعالى نشوف هنجيب ايه تاني. دلوقتي احنا في قسم الاجبان، هناخد كريمة الخفق. هناخد واحدة من دي من غير سكر، فماما بتشربها عادي. وهنجيب زيت الرباك. نجيب الكبيرة ولا الصغيرة؟ نجيب الكبيرة. لا الكبيرة ب91. ايه ده؟ لا اجيب على قد الفلوس، اجيب الصغيرة. نجيب الرباك.
هنا كنت بدور على الافوكادو مستوي وما لقيتش ولقيت كله اخضر، فجبت كيلو وقلت احط معاه موزة او تفاح عشان يستوي. يعني الافوكادو كله عمال بيقع مني. دلوقتي هنجيب ملح لماما. ماما بتستخدم ملح دكتور سول. هنا السكيورتي طلب مني ان انا اوقف تصوير، معرفش ليه، واتضايقت جدا. هنا جبت كيلو حرنكش وكنت هجيب فراولة، بس قلت ان لسه ناقص كام يوم على عيد الام فخفت تبوظ. انا دلوقتي جبت الحاجات مع بابا وماما دلوقتي في السوق، وانا هوريكم الحاجات اللي انا جبتها لماما. بس الاول عاوزين نحط دي كده على جنب. طبعا انا بعد ما صرفت فلوس كتير افتكرت ان انا ما جبتش العلبة، فقلت عادي هحط لماما في الصينية دي. ماما بتحب الصينية دي جدا اهي، بس هي مش باينة قوي. هحط بس دي كده ورايا. ثواني معلش يا جماعة صوت الازعاج اللي برا، مش عارفة الشارع مزعج قوي. دي الصينية. هنبدأ بقى بأول حاجة اهي، نحطها كده. نبدأ هنجيب دي كده، دي كريمة الخفق. دي الحاجات اللي انا هوريها لكم دي من حاجات البولت بروف كوفي. كريمة الخفق اهي. وده نسكافيه جولد. ما تشربش نسكافيه 3 في 1. الحاجات دي انتوا شفتوني وانا بشتريها. ودي تبدأ الباك. طبعا ما جبتش الكبيرة، جبت الصغيرة 100 جرام اهي. وده كاكاو، ده كاكاو خام كده. دي حاجات البولت بروف، وده كاكاو خام. انا جبت ده لماما، هي بتستخدموش كتير، اكتر حاجه بتستخدمها النسكافيه ده، بس قلت برضو ماما تجربه. ودي برضو من ضمن حاجات البولت بروف كوفي، حاجات من ضمن البولت بروف كوفي، بس انا نسيت اوريها اهي. ثواني انا نسيت الحجاره، لا اجيب الحجاره. دلوقتي جبت الحجاره. انا ما كنتش عاوزه احط الحجاره فيها عشان ما تبصش، واخاف اي حد يدوس عليها فتشتغل وهي جوه العلبه. فدلوقتي هحط الحجاره. اقفلها كده. ايه ده مش عايزه تقفل ليه ياما؟ اهي تشغلوها كده من هنا كده، بتدوسوا هنا. نشيل بقى الحجاره ونحطها في علبه تاني كده. قفلتها بقى، نحطها هنا ونشوف بقى جبنا ايه تاني. وده الملح انتوا شفتوني انا بجيبه، اسمه دكتور سولت. ده الملح اللي ماما بتستخدمه. انا صورت في كارفور، بس مش عارفه هما ليه منعوني عن التصوير ده. انا بصور ملح يعني ومنتجات عاديه، بس انا فعلا شفت لوحه او يافطه مكتوب عليها ممنوع التدخين، ممنوع الاكل والشرب، وممنوع اصطحاب الحيوانات، بس انا مش عارفه ليه ممنوع التصوير. يعني انا بصورش حاجه وحشه. بعدين هجيب ده سكر سويتل. هي اصلا ماما بتاكلش سكر خالص، بس انا قلت اجيبه لها. هما قالوا ان هو ينفع في الدايت، واذا اخدت منه اوكي. فدلوقتي هنجيب حاجه تانية. نجيب ايه؟ ده حرنكش. انتوا برضه شفتوني انا بجيب الحرنكش. هو ماما بتاكل حرنكش وبتاكل فراوله، بس انا الفراوله ما جبتهاش لماما عشان هي بتبوظ بسرعه، فقلت اجيب الحرنكش. هو بيقعد عادي ما بيبوظش. احطه هنا على جنب كده. وده افوكادو برضو جبته من كارفور، بس هو بصراحه انا شفته كله اخضر ورحت حطيت فيه موز. انا شفت ماما بتعمله كده، فقلت ان انا احط فيه موز او تفاح، فحطيت موز عشان يستوي بسرعه.
لان ماما ما بتاكلوش اخضر، بتاكله مستوي. وكمان الافوكادو ده اهم فاكهه في الكيتو لان هو مليان دهون. دلوقتي بقى نشوف تاني. ودي بقى شويه مكسرات، ده لوز وكاجو وفستق. انا بصراحه بعد ما جبتهم هما التلاتة دورت على النت وشفت ان اللوز بس هو اللي ينفع في الكيتو، لكن الكاجو والفستق احنا ماما ممكن تاكل منها عادي، بس تاكل كميات قليله، كميات بسيطه، واحنا برضو ناكل مع ماما او ناكلهم احنا وماما تاكل لوز. نحطهم هنا كده. وده جوز هند، ماما بتاكل جوز هند. ودي شوكولات 90% كاكاو، دي 100 جرام. احنا غالبا مش هناكل مع ماما الدارك لان احنا مبناكلش الدارك. دي نوع اسمها نوع اللينت. احنا دي بتنفع كتير جدا في الدايت الكيتو او في الدايت عموما، كويسه جدا. دي بابا هو اللي جابها، وغالبا معظم الحاجات بابا هو اللي جايبها لان ما كنتش عارفه اجيبها. نحط دي كده هنا. وده زيت زيتون، احنا اول مره نجربه قلت اجيبه لماما. ده اسمه غزه ومكتوب عليه ان هو الحموضه اقل من 2%، فانا مش عارفه يعني، قلت اجيبه لماما احتياطي نجربه. معلش فعلا على صوت الازعاج اللي بره. ده كده هنا ادخل لكم بس كده دي على جنب. دي طحينه احنا جايبينها من كارفور، دي الكيلو بتاعها 80 جنيه، كويسه جدا. احنا جربناها قبل كده وقلت اجيبها لماما عشان ماما عجبتها. دي سمسم بس، ما فيش اي حاجه مضافه عليها. وبرده كارفور بيعملوا زبده فول سوداني كويسه جدا، فانصحكم انكم تجربوا الطحينه وتجربوا برده زبده الفول السوداني. ودي جوز هند، انا كنت معديه فلقيت الفكهاني بيبيعها فجبت جوز هند، لان الفواكه اللي بتنفع في الكيتو الحرنكش والافوكادو والفراوله زي ما قلت لكم وجوز الهند. جوز الهند فيها فيتامينات واملاح معدنيه كويسه جدا في الكيتو بالذات. دي فيها ميه كتير جدا، سامعين صوت الميه اهي. اوكي هنوسع لها بس المكان كده عشان احطها هنا. ودي جبنه مشلله، ماما بتنفع معاها جدا الجبنه المشلله وجبنه كشكوان. دي كلها جبنه سوريه، جبنه كشكوان جبنه مشلله اللي هي دي، وجبنه رومي وكل انواع الجبن والفلامنك وكله. فانا جبت الجبنه دي لماما، دي بس اللي انا لقيتها ما لقيتش الكشكوان وكل الانواع اللي ماما بتحبها، فجبت دي. طبعا جبنه رومي ممكن اجيبها من اي مكان اهي. هنا انا قلت في اول فيديو ان انا مش عاوزه اجيب حاجات للبيت، مش عاوزه اجيب حاجات تقليديه وكلنا نستخدمها في البيت. فده بابا هو اللي جابه عشان ما كنتش عارفه اجيبه. ده نوع جرانزيا، ده ماما كانت طالباه، فماما هي اكتر واحده بتستخدمه عشان توزن الجرامات، فده انا جبت لماما. مش كلنا هنستخدمها يعني، هو معظم الحاجات دي ماما بس هي اللي بتستخدمها. ده ميزان الجرامات، لكن احنا عندنا برضو الميزان بتاع الكيلو نفس النوع الجرانزيا ده. بنفتحه كده من هنا، في هنا زرار كده بتاع زيرو او كده. احنا كده عاملينه على الملي لتر ده، اللي مش موجود فيه حرف الام. بصوا هوريكي اول حاجه، ده اللي بنوزن بيه جرامات بيكون فيه العلامه دي. اللي بنوزن بيه الملي اللي هو العصاير واللبن بيكون فيه حرف الام كده، لكن لما بندوس مود تاني هو بيختفي حرف الام، يبقى كده بنقيس الميه بس. هو ده الميزان كويس جدا. بس كده قفلته. هو طبعا الحاجات دي متنفعش الكيلو، بس انا لقيت ان الشكل ده هو ده بس الموجود، وبرده شكل حلو يعني. ندخله تاني في العلبة.
دلوقتي بقى ماما داخله وهنشوف رد فعلها هيكون ايه. يا رب الهدايا تعجبها. يلا بينا يا جماعه، انا سامعه صوت مفاتيح وهي ماما داخله. تعالوا بقى نفاجئها ونشوف رد فعلها هيكون ايه. ماما دخلت. خدي جوه. ايه ده؟ كل سنه وانت طيبه يا ماما. يا نهار ابيض، ايه ده كله؟ سنه حضرتك طيبه. ميرسي يا روحي. ده ايه ده كله ده؟ ايه ده؟ ولقيت الشوكولاته اللي انا عايزاها. يا نهار ابيض، ده كتير قوي. ده مين اللي جاب الحاجات دي كلها يا جماعه؟ انا وبابي. ميرسي يا روحي، تسلمي وتعيشي. ميرسي يا روحي. ياه، مش عرفك بقى بالحاجات دي؟ انت متابعه ولا ايه؟ طبعا. جبت الجبنه القشقان. ايوه ايوه ايوه، واهم حاجه ده. ايوه اهم حاجه اللوز. ميرسي يا جوجو. ميرسي يا روح قلبي، متحرمش منك ابدا انتي واخواتك. وميرسي لبابي. ربنا يخليكي ليا يا ماما، ما يحرمنيش منك ابدا ابدا. احلى ام في الدنيا، وربنا يخليلكوا كل امهاتكم يا رب وتفضل معاكم دايما. وعاوزه اقول لكم ان لو جبت هدايا مصر كلها لماما مش هعرف اعوضها عن اللي هي بتعمله معايا. لو اديتها روحي مش هعرف اعوضها عن اي حاجه هي بتعملها معايا. بحبك جدا يا ماما. بس كده، يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان اي فيديو يعمله يوصلكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من قناه جمانة عيسى.